كمجلس سوريا الديمقراطي في لنا توجه دائم كيفية لعب العشائر دور في مستقبل لذلك عندنا بمكتب العلاقات في عندنا ملف هو ملف العشائر السورية، مو بس بشمال وشرق سوريا، عم نحاول التشبيك مع جميع العشائر السوريين. كون نحن هذا جايين من رؤية تاريخيا، يعني ماضي وحاضرا ومستقبلا راح يكون العشائر لهم دور الحاصلة بالمنطقة والتغيرات اللي عم تحصل لوين عم تتجه، شو راح يكون مصير سوريا كبلد ضمن سوريا، شو راح يكون مصير شمال وشرق سوريا، ولازم نناقش الامور التغيرات. هل هناك تحديات راح تظهر مع هذول التغيرات والتطورات في مواجهتنا، وكيف يمكن مواجهة هذه التحديات ضمن المعادلة السورية اللعب اللي بيظهر انه بهالمرحلة راح يكون في دور الدول العربية تجاه الأزمة السورية. يعني بمعنى آخر الجهود الدولية اللي لعبت دور من أجل حل المعضلة السورية سواء كانت في جنيف أو في أفريقيا، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية وانشغال أوروبا والعالم بالحرب الأوكرانية بالصراع بين الناتو وروسيا، جانب الغزو الاقتصادي. رأيت أنه الغزو الاقتصادي إذا ما كان لها دعم دبلوماسي، عمل دبلوماسي بالوضع ما تحسن تلعب، لذلك بدأت بالتحرك على تطوير العلاقات الدبلوماسية وتظهر حالة دولة كبرى في العالم قادرة على تحريك الملفات الدولية من حيث العلاقة مع روسيا وتطوير الاتفاقات، من حيث المبادرة من أجل حل المسألة الروسية الأوكرانية اللي راح يكون لها تداعيات سواء إيجابية أو سلبية تجاه الصين إذا قبلوا أو رفضوا، لأنه كل خطوة كل مبادرة راح يكون لها تحديات، بالإضافة إلى لعب دورها بالعلاقة السعودية الإيرانية. بالتفردون النظام بلش يبعث ناس ورسائل للدول العربية إنه الشمال الشرق السوري الإدارة الذاتية هي المناطق الكردية، هذول ناس انفصاليين ما لهم علاقة بينا من قريب ولا بعيد. احنا لازم نكون نشتغل عليهم من هذا. اثنين، لازم ناخذ بعين الاعتبار المبادرة الأردنية. المبادرة الأردنية إلى دور فعال واللي تسربت أكثر بنودا واطلعنا عليها، ممكن هاي تساعدنا. ثلاث، أمريكا وين؟ أنا أسأل وأعيد المبادرة الأردنية كيف نشتغل عليها؟ نشتغل عليها في جوانب تهم الشعب السوري مو النظام السوري. أنا أقصد الشيء اللي يخص الشعب السوري، هاي لازم نشتغل عليها ونتواصل مع أي دولة عربية تشتغل مع الشعب السوري، لازم نتواصل معها. أي حل يقدمونه العرب يساعد الشعب السوري فهو حل. أما إذا يساعد النظام قضية النظام هاي بعيدين كل البعد عن الموضوعات. ثلاث، احنا اليوم لازم نتلقى الرياح. في عاصفة جاية على الشمال السوري، عاصفة سياسية يعني شغلة ما كنا نتوقعها. اليوم تركيا بدها تنسحب، إيران هي عم تضرب قواعد أمريكية فيها 2000 جندي أمريكي.
بيناتهم 2 كيلومتر. فاحنا شو دورنا؟ احنا دورنا لازم التماسك. احنا لازم نكون متماسكين مع ادارتنا ومع عشائرنا ومع اهلنا. العشائر في سوريا نجد انها كانت السباقه في جميع الميادين، وهي العصا الطويله التي قارعت العثماني والفرنسي والانجليزي مع بقيه المكونات الاخرى في سوريا، لكنها غالبا ما تحصد الحصرات والتهميش مع ممن يستلمون سده الحكم في سوريا. ولنأخذ مثال على ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي الذي نهض على كتاف الكادحين والفلاحين من ابناء العشائر والقرون الريفيه، لكنه تنكر لهم وبنى لنفسه برجا عالي بعيدا عن الفلاحين والكادحين وتسلط على رقابهم، فابناء العشائر دائما يكونون الضحيه في كل نظام سياسي يحكم سوريا، وذلك يعود لاسباب متعدده، منها عدم وجود طبقة متنورة مثقفة تملك كاريزمية القيادة، عدم مشروع سياسي جامع لهذه القبائل والعشائر، ابتعادهم عن الدخول في المعترك السياسي للبلاد مع بقية المكونات الأخرى، اعتيادهم على تمثيل دور التابع في الأنظمة السياسية السابقة، وهناك أسباب كثيرة لا مجال لذكرها. لذلك نتمنى على قبائلنا وعشائرنا أن تدخل في المعترك السياسي جنب إلى جنب مع المكونات الأخرى في سوريا، وأن تكون فاعل أساسي وشريك حقيقي وفاعل مع أخواتها من المكونات السورية. مشان كم موضوع إنه هذا الاجتماع يكون مسلم. هلا بجانب الكفاءات أنتم حكيتوا، أنا برأيي كل مجلس أعيان في كل منطقة يجتمعوا رؤيتهم على الإدارة، شخصيات يكتبوا تقرير خاص نحن بنوصلها لأعلى المرجعيات المهتمين بالإدارة وشو مقترح. قال إنه العشائر بيتطلب إنه يكون في لهم تفعيل الدور ومكتب، يعني هذا المكتب يكون لهم دور مكتب سياسي يعني كأحد التوصيات، وفي لهم دور الإعلامي يعني الوفود، يعني يتشكل الوفود يروحوا على الدول يعني مشان هذا الوضع. إذا أنا مقترح مشان نشوف الحلول، أنا بتمنى كل مجلس أعيان يضمن كل عشان شو هي العلاقات الموجودة اللي عندهم وشو مقترحاتهم مشان كل دولة وشو هي الشخصيات اللي هن يقدموا لنا مقترح مشان ندرسها. هلا مثلا عندنا في 70 واحد ما بنحسن له 70 واحد انتوا بتعرفوا. طيب خلينا مثلا بممج مجلس الاعيان بممج قالوا كم، طيب مثلا يكتبوا لنا ورقه لمجلس سوريا الديمقراطيه، نحن مهتمين بالشان السياسي انه نحن بمجلس الاعيان في لنا علاقه مثلا مع العشائر الفلانيه بداخل سعودي، في لنا تواصل، نحن وقت اللي بنروح ما يكبروا يضخموا الامور، والله نحن نروح لعندهم نتواصل معهم هذا الجانب، بلكي نروح كوفد بيصير تعارف او يعني يصير صله الوصل، يعني نحن كاول خطوه نروح هيك قوميا اداريا حتى من خلال الخلايا الامور الثانيه، ونحن بدنا نواجههم اللي بده يشتغل مع النظام يخرب هالبلد بدنا نخرب. هذه رسالتنا للكل، والكل لازم يعرف البلد اللي نحن ضحينا ب 10,000 12,000 شهيد اللي بده يجي يخرب من تحت لتحت يخرب هالشغل يشتغل هذا النظام بدنا نخرب. هذه تكون رسالتنا واضحه، نحن بمرحله مصيريه وجوديه، اما بدنا نحمي هذا البلد ضحينا ب 10,000 شهيد 12,000 شهيد، ما بنترك لواحد متسلل وجاي له علاقه مع النظام بده يخرب كل هالشغل، هذا غير مسموح قولا واحدا، راح يواجه قبضه حديثه. يعني نحن في مرحله مصيريه وجوديه، يعني اما بدنا نقرر مصيرنا مع النظام، بدنا نحل المشاكل باراده شعبنا السوري، باراده شمال وشرق سوريا بدنا نحل مشاكلنا، هيك نكون موجودين. الشرعيه المتمثله في بعض الحكومات المتتاليه حتى اتى انقلاب قبل منتصف الستينات، حيث سعى البعث الى خضم لب القبائل السوريه خاصه في الجزيره والقرى.
الأرض